انا عاوز اقول لك ان انا لقيت موبايل لقطه في الفئه المتوسطه، موبايل حرفيا يعيش سنين تقدر تعتمد عليه بدون ما يظهر فيه اي مشاكل، لان هو بريحه تصنيع شركه هواوي الاعتماديه جدا. انا عارف ان في فانز كتير منكم من شركه هواوي، وفي نفس الوقت في خدمات جوجل بشكل رسمي. الاونر 90 الموبايل اللي جاي بخدمات جوجل بشكل رسمي، وبيجي بكومبو مواصفات قوي جدا. معالج سناب دراجون 7 بلس جين 1 اكسلريتد اديشن، شاشه اموليد كيرف حرفيا تحفه، مع احسن سنسور 200 ميجا بكسل جربته في موبايل فئه متوسطه لحد دلوقتي، مع بطاريه كبيره 5000 ملي امبير وشحن سريع 66 واط. خلينا نتعرف اكتر على الاونر 90 ونشوف الموبايل ده نزل رسمي فين ونازل مصر ولا لا، وكل الكلام ده، وايه اخبار تجربته بالنسبه للسامسونج جي 54 المميز جدا في الشاشه والكاميرات، والبوكو اف 5 المميز جدا في الاداء. زي ما انتم متعودين هتعرفوا كل حاجه عن الاونر 90 في الفيديو بتاع النهارده، بس زي ما انت متعود لايك الجميل. يلا بينا نبدا المراجعه. قبل ما ابدا الفيديو انا عايز اعرفك على برنامج جامد جدا. كل حياتنا دلوقتي بقت على الموبايلات، واعتقد ان احنا بنتعامل مع ملفات PDF كتير، سواء شغل عقود او كتب للمذاكره والقرايه. المشكله ان التعديل على فايلات PDF على الاندرويد صعب شويتين. انا بقى لقيت برنامج جامد جدا اسمه UPDF، وده برنامج احترافي فيه فيتشرز كتيره جدا متاح للاندرويد والايفون والويندوز والماك. الفكره اني لما قارنت ما بين البرنامج ده وبرنامج مشهور تاني زي ادوب اكروبات، لقيت ان UPDF فيه فيتشرز اكتر، وفي نفس الوقت ارخص لو حابب تدلع نفسك وتجيب النسخه البرو منه. خلينا بس نجرب نسخه الاندرويد بتاعته. ممكن نفتح PDF ونرتب الصفح بتاعته براحتنا، نعمل اكسبورت لصفحه، نمسح صفحه او نضيف صفحه. حلو جدا. لو عاوزين بقى نedit في PDF بتاعنا فعندنا اكتر من حاجه. ممكن نعمل هايلايت لجزء معين، ممكن نكتب جوه PDF، او حتى ان احنا نختار قلم حر كده ونكتب بيه بايدينا، ونكتب بخط ايدينا جوه PDF، او ممكن نضيف كومنت معين جوه ايقونه، اول ما حد يدوس على الايكون دي يظهر الكلام اللي احنا كاتبينه. ممكن تعمل علامات في PDF باكتر من شكل، او تضيف ستيكرز مثلا لو حابب تحط مثلا سهم معين او شكل معين، تحط علامه الابروف. في حاجات كتير، وفي الاخر ممكن تمضي اكيد PDF بتاعك. وممكن كمان تضيف صوره من جهازك جوه PDF. نسخه الويندوز من البرنامج ده فيها فيتشرز تانية مختلفه اكتر، زي ان انت تقدر تعمل اكسبورت للPDF باكتر من صيغه تانية. بصوا برنامج جامد جدا لازم تجربوه، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وعاوز اقول لك ان في فيتشرز كتيره مجانيه في البرنامج ده، ولو حابب تدلع نفسك وتاخد تجربه كامله في خصم 80% على النسخه المدفوعه بتاعته. يلا نرجع للفيديو بتاعنا. تصميم الاونر 90 يخطفك لما تشوفه من بعيد، خصوصا في اللون السيلفر اللي معاه. الظهر مقسوم جزئين كده، جزء ناعم لما ايدك تمشي عليه، والجزء السفلي فيه نقشه خفيفه تحسه كده حاجه من ريحه المجوهرات. مع تصميم الكاميرات الكبير شويه المقسوم على دايرتين كبار بارزين عن جسم الموبايل، واكيد في جراف في العلبه بيغطي البروز ده. زي ما قلت لك التصميم مبهر لما تشوفه من بعيد، ولكن فريم الموبايل من البلاستيك دي حاجه اكيده، حاجه كده بتخليك تحس ان الموبايل لما تمسكه في ايدك مش بريميوم قوي. عموما في كيرفات في الظهر وفي الشاشه مخلين مسكه الموبايل حلوه في الايد، والموبايل خفيف 183 جرام وتخانه رفيعه 7.8 مللي، كويس جدا. فزي ما قلت لك التصميم شيك جدا مختلف عن الموبايلات المنافسه، ولكن يعيبه الفريم البلاستيك، وان مفيش شهاده مقاومه معتمده للميه. الشهاده دي يا جماعه موجوده بشكل اعتمادي في موبايلات سامسونج في الفئه السعريه دي وبس. نشوف الشاشه، مبهره، شاشه كبيره 6.7 بوصه، اموليد بدقه تقريبا 1.5K بتردد بيوصل المفروض ل 120 هرتز، مع ثقب صغير للسيلفي، وكيرفات خفيفه في اطراف الشاشه، مع سطوع بيوصل ل 1600 نتس بيك في المحتوى ال HDR، وطبعا داعمه لل HDR 10 بلس، واكتر من مليار لون. وحقيقي اونر ابدعت في الشاشه دي، شاشه حلوه جدا منوره جدا وعينك هتحب تشوفها. طبعا الحواف الصغيره زي ما انت شايف، شاشه ما فيهاش ولا غلطه. هتقول لي انت منبهر بالشاشه ليه؟ ما ريلمي 11 برو بلس وفيفو في 27 5G بشاشات كيرف برضه. هقول لك الالوان في الاونر 90 مظبوطه جدا عن شاشات ريلمي وفيفو. وكمان لما قارنت بين الشاشه دي وشاشه سامسونج 54 اللي هي اكتر شاشه عجباني في الفئه المتوسطه العليا، لقيت شاشه اونر متفوقه في ان الالوان فعلا منوره اكتر، عينك فعلا هتروح لها. ده غير ان الوان الشاشه مظبوطه جدا في اي محتوى هتشوفه عليها، فكويس جدا. ده غير كمان ان الشاشه دي اقل شاشه فئه متوسطه عليا فيها معدل فليكرنج 3840 هرتز، ودي حاجه هتريح عينك جدا لو انت عينك حساسه من الشاشات الاموليد. الشاشه دي لما جربتها تحت الشمس
الشمس اضاءتها كويسه، ولكن ركز معايا، الشاشه اول ما بتطلع تحت الشمس بتكون عاليه جدا، اعلى حتى من ال 54، ولكن بسرعه بتقلل اقصى سطوع وبيكون تقريبا في رينج ال 1000 نيتس، يعني زي ال 54. مش هعتبره عيب، لان حتى بعد تقليل الاضاءه تحت الشمس الشاشه بتكون منوره ومتشافه كويس. فمن الاخر شاشه الاونر 90 ممتازه، من احلى شاشات الفئه المتوسطه العليا. مفيش اعلان رسمي عن طبقه الحمايه على الشاشه، بس بتيجي في العلبه متركب عليها سكرينه كويسه. انا عاوز اقول لك ان انا بقالي فتره كده مروق عليك، جايب لك موبايلات جديده اول باول، وبنعمل مراجعات جامده للموبايلات، فاكيد دلوقتي تتاكد من اللايك الجميل لو انت مش عامل، وفي نفس الوقت تتاكد من السبسكرايب وان انت مفعل زرار الجرس، وكمل الفيديو. بالنسبه بقى لريفريش ريت الشاشه هتكلم عنه بالتفصيل في جزئيه الاداء، بس نشوف المعالج الاول. اونر استخدمت معالج سناب دراجون 7 جين 1 نسخه متسرعه اكسلريتد اديشن تكنولوجيا 4 نانو، وانا عاوز اقول لك ان اداء الموبايل هنا مع واجهه اونر حلو وسلس، انيميشنز الواجهه مظبوطه جدا مع سرعه فتح برامج كويسه جدا. معالج الموبايل والواجهه السريعه اللي هنا مديني تركيبه اداء كويسه، ولكن لو واحد هيجي يسال هل اونر استخدمت اقوى معالج متاح في الاونر 90 في الفئه السعريه بتاعته، الاجابه باختصار لا، لان البوكو اف 5 ما زال موجود وما زال المعالج بتاعه اقوى، سناب دراجون 7 بلس جين 2، ولما عملت مقارنه سريعه ما بينهم ما زال البوكو اف 5 متفوق وراه على طول الاونر 90. انا عارف ان اي جيمر اختياره محصور على البوكو اف 5 خلاص، علشان ما زال بيقدم اقوى معالج، وباقي مميزات الاونر 90 ما اعتقدش ان هي هتغير رايه. في نقطه بقى لازم نقولها وركز معايا، ريفريش ريت الشاشه الدايناميك بتاع الاونر 90 بيميل اكتر للتوفير، بمعنى انك هتلاقي الواجهه شغاله على 90 فريم حد اقصى في معظم الابلكيشنز، ما بتوصلش ل 120 خالص، وكمان في ابلكيشنز زي اليوتيوب والكروم السوفت وير بينزل الريفريش ريت ل 60 فريم. علشان تاخد اقصى فريمات في كل البرامج لازم تخلي الريفريش ريت مانيوال على 120 فريم. اكيد اونر عامله كده عشان توفر في البطاريه، لان فعلا اداء البطاريه قوي جدا. ده لا يعيب الموبايل في حاجه، انا بس بفهمك طبيعه السوفت وير هنا وازاي بيتاقلم مع البرامج ويوفر لك في استهلاك البطاريه. بس انا عايز اقول لك ان اداء الاونر 90 بالقوه الكافيه اللي تخليه بالنسبه لي منافس قوي جدا لسامسونج اي 54 وريلمي 11 برو بلس، ويتفوق عليهم في شويه حاجات. ببجي بتشتغل على الموبايل هنا على اكستريم فريم ريت، مفيش 90 فريم، مش بقول لك لو انت جيمر هتروح للبوكو اف 5، ولما ضغطت على المعالج قوي بيقلل تردداته بعد فتره، ولكن بدون ما ياثر على الاداء، والسخونه مقبوله جدا في جسم الموبايل. نيجي للبصمه تحت الشاشه وسريعه جدا، والفيس انلوك برده سريع جدا. الموبايل هنا داعم لخاصيه الان اف سي، وفي مايك اضافي لعزل الدوشه، شغال بواجهه اونر ماجيك او اس 7.1 على اندرويد 13. الموبايل ده داعم لخدمات جوجل بشكل رسمي عادي جدا، وهتلاقي البلاي ستور وبرامج جوجل موجوده عليه. اونر بتوعد ب2 تحديث اندرويد بس مش اكتر، ما زالت سامسونج متفوقه في التحديثات الاكتر. نيجي لاول حاجه رخمه بقى في الموبايل ده، حاجه مستفزه، الصوت. تخيل التركيبه دي والصوت في الاخر مونو، حاجه كده زي الفيفو في 27 5G، ولكن هو الصوت عالي ومجسم وكويس، بس من الاخر مش بقوه الصوت الاستيريو الموجود في موبايل زي سامسونج 54 مثلا، واكيد مفيش مدخل سماعات 3.5 مللي لو بتسال عليه. تاني عيب رخم وبرده مش عارف ليه، سنسور التقارب هنا سوفت وير، الموبايل ممكن يغلط ويفتح الشاشه على ودنك وانت بتعمل مكالمه. ليه كده يا اونر؟ يعني ليه نعمل موبايل جميل زي ده وما نحطش سنسور تقارب محترم؟ بس بقى شبكات الواي فاي والاتصال ممتازه لاقصى درجه. عاوز اقول لك الموبايل ده يتفوق على ريلمي واوبو في الشبكات، رهيب يا جماعه. بطاريه الموبايل هنا 5000 ملي امبير وادائها حلو جدا. السوفت وير بيميل للتوفير، بيعمل ايه؟ ريفريش ريت الشاشه زي ما قلت لك لو سايبه دايناميك تلاقي عمال يقلله كده في البرامج العاديه اللي مش محتاجه ريفريش ريت عالي، وكمان الريزوليوشن الشاشه نفسه بيتغير بشكل ذكي، بينزل شويه لو انت مش محتاج ريزوليوشن عالي. الموبايل ده هيكمل معاك استخدام يوم كامل، وممكن يوصل لتاني يوم عادي جدا. ده من احسن البطاريات اللي جربتها في الفئه المتوسطه العليا. حبيت تشحنه معاك شاحن سريع في العلبه 66 واط بيشحن في اقل من ساعه الا ربع، بس للاسف غير داعم للشحن الوايرلس. نيجي للكاميرات. كاميرا خلفيه رئيسيه 200 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.9 مع عدسه ثانيه الترا وايد 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 مع عدسه اخيره 2 ميجا بكسل للعزل، والسيلفي 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. والموبايل هنا في تصوير بورتريه 2x طبعا ديجيتال، مفيش عدسه مخصصه للزوم، في تصوير رو لو حابب، بس تصوير الفيديوهات ال 4K هو 30 فريم، اخرك تصور 15 دقيقه متواصله، لازم تفصل الفيديو وتشغله تاني من الاول لو عاوز تعدي 15 دقيقه. كاميرا الاونر 90 كاميرا جميله، من احسن السنسورات ال 200 ميجا بكسل اللي جربتها في الفئه المتوسطه العليا تقريبا. كميه كبيره من التفاصيل، والذكاء الاصطناعي بيتعرف على المشهد وبيحاول يطلع لك اجمل صوره عينك تحب تشوفها. الالوان حرفيا بتكون منوره في الصوره، لما تشوف الصور على شاشه الموبايل هتنبهر، ولما بتنقلها على شاشه ثانيه بيبان فعلا ان الموبايل معزز جامد من الوان الصور. طبعا في تصوير بورتريه 2x، ولكن عشان ما فيش مثبت بصري في العدسه ال 200 ميجا بكسل فممكن الصور تتهز او العزل ما يظبطش، لازم ايدك تبقى ثابته كويس قوي وانت بتصور البورتريه ال 2x. ولما نقارن بين الاونر 90 والسامسونج اي 54 هتتفاجئ من فرق الالوان والمعالجه. صور الاونر 90 تحسها
طالعه من موبايل فئه اعلى من سامسونج بكتير. الاونر 90 بيلون الصور حلو قوي، هو في سن تجميل كده للبشره، ولكنها مقبوله بشكل كبير عن موبايلات ريلمي واوبو اللي بيجملوا الصور برده، ولكن بشكل مختلف عن الاونر 90. كمان الموبايل فعلا بوضع الهاي ريزوليوشن بياخد صور حجمها كبير تتعدى 30 ميجا بمعالجه كويسه وكميه تفاصيل كتير جدا تتفوق على سامسونج اي 54 بكل تاكيد. الاتش دي ار كويس في الاونر 90 وممكن تشغله مانيوال بايدك بوضع الاتش دي ار فوتو، ولكن في المجمل ممكن سامسونج يكسب في حته الاتش دي ار السما وكده، بس مش في معظم الصور. الصور الالترا وايد لا، عدسه سامسونج اوسع واقوى بس مش بفرق كبير عن الاونر 90. التصوير في اضاءه داخليه يبان فرق الذكاء الاصطناعي في اونر اللي بيلون وينور الصور بزياده، يعني التيشيرت كان كحلي مش ازرق زي ما اونر عامله، ونفس القصه في لون التيشيرت بتاعي، هو مش لبني منور قوي كده. سامسونج ما زال يتفوق في الواقعيه في صور الاضاءه الداخليه، ولكن لو انا ما قلتلكش انا عارف ومتاكد انك هتختار صور الاونر لانها اجمل. والتصوير في اضاءات ضعيفه الاونر قوي جدا في النايت مود وبيطلع صور بتفاصيل اكتر، وعجبني في حته النايت مود عن سامسونج. اما السيلفي فعندك كمان زاويه واسعه قوي في اونر في السيلفي، والسيلفي بيطلع بكميه تفاصيل كتير لان السنسور بتاع السيلفي كويس جدا. وعموما سيلفي اونر برضو بيميل للتجميل بس يمكن اكتر كمان من الكاميرا الخلفيه، بيطلعك شكلك حلو في حدود المسموح ولكنه مش واقعي، هو ما بين سامسونج وريلمي كده في السيلفي. ولما نقارن بين سيلفي الاونر 90 وسيلفي السامسونج هيبان فرق الواقعيه والتجميل اللي انا بقول لك عليه. اونر 90 بيطلع لك سيلفي شكله حلو وبيعزز الوان الصوره عموما بشكل احسن من موبايلات ريلمي اوبو، ولكن سامسونج لوحده كده في الواقعيه، مفيش موبايل واقعي زي سامسونج في التصوير عموما. وانا عارف برضو ان معظمكم هيختار صور الاونر 90 لان شكلها احلى، فيا ريت دلوقتي تكتب لي كومنت وتقول لي عجبتك انهي كاميرا اكتر، الاونر 90 ولا السامسونج 54. اسيبكم مع تصوير الفيديوهات. وده كده تصوير ال 4K 30 فريم في الثانيه بالاونر 90 على العدسه الرئيسيه. هنشوف مع بعض هل جوده الفيديو تنافس الموبايلات اللي في الفئه المتوسطه ولا لا. انا كده على العدسه الرئيسيه، تروح على العدسه الالترا وايد بس بيكتب لك هنا 0.7x مش 0.6x لان هي ما بتبقاش واسعه قوي زي التصوير الصور. الزاويه في الفيديو بالالترا وايد بتبقى اضيق شويه بس برضو داعمه لل 4K. ولو عاوز بقى ارجع للعدسه الرئيسيه دلوقتي واعمل زوم شويه، برضو لسه شايف كميه تفاصيل معقولة جدا على الشاشة وانا بصور. لو عاوز ازوم اكتر اوصل لحد 6x. بس خلينا نشوف مع بعض الفيديو النهائي، هل الفيديو ثابت ولا لا، واخبار الجودة ايه والدايناميك رينج والكلام ده كله. وكده ده اختبار للفوكس سريع. اوكي، لو عاوز تصور فيلوجز بقى فالاونر 90 لطيف جدا زي الاونر 70 والاونر 50 تقريبا. الميزه دي اول مره تنزل كان في الاونر 50 انا فاكر. المهم ان انت بتصور بالكاميرا الاماميه والخلفيه مع بعض في نفس الوقت، وتقدر ان انت تختار من اكتر من شكل كده يظهر الفيديو في الاخر عشان ما تتعبش نفسك بقى في الايديتس والكلام ده كله. تقدر تعمل ستوري، تقدر تعمل فيديو بشكل لطيف جدا بكل سهوله باستخدام الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه. عندك اكتر من مود تقدر تختار ما بينهم، بس طبعا الفكره هنا ان انت اخرك جوده 1080 بس مفيش 4K، وانت بتستخدم الميزه دي. الموبايل ده بيصور 4K 30 فريم في الثانيه، للاسف مفيش 60 فريم في الثانيه. وده كده تصوير فيديو سيلفي بالاونر 90 على جوده 4K 30 فريم في الثانيه. هنشوف بقى مع بعض هل الفيديو ثابت ولا لا. وعاوز اقول لك ان انا بصور على السيلفي الواسع، الزاويه واسعه زي ما انتم شايفين، ودي حاجه لطيفه جدا. لو الفيديو ثابت فدي هتكون حاجه عظيمه، بس طبعا ورا لو السما لاسعه شويه مش بيظبطها. لازم عشان تتظبط وشي ما يكونش في الصوره، يعني بصوا كده هتلاقي السما ظبطت، كده هتلاقي السما بتلسع لان هو بيركز على وشي. ماشي اوكي، خلينا كده نشوف في الاخر الفيديو النهائي شكله عامل ازاي. بالنسبه للاسعار الاونر 90 نزل بشكل رسمي في السعوديه والامارات. النسخه الصغيره ال 256 جيجا و8 جيجا رام سعرها في السعوديه 1700 ريال وفي الامارات 1600 درهم، والنسخه الكبيره ال 512 جيجا مع 12 جيجا رام سعرها في السعوديه 2100 ريال وفي الامارات 2000 درهم. وينفع تركب شريحتين اتصال وما ينفعش تركب كارت ميموري. رايي النهائي الاونر 90 موبايل بيقدم تجربه كويسه جدا في الفئه المتوسطه العليا. الموبايل ده فعلا عجبني، بيجي بشاشه استثنائيه، شاشه اموليد كيرف، السطوع بتاعها كويس جدا. لو هتتفرج على محتوى اتش دي ار اندور حلو جدا، الشاشه حرفيا بتنور لوحدها في نفس الوقت مع اقل معدل فليكرنج موجود في كل الموبايلات المنافسه، ودي حاجه هتريح عينك. هو بس اللي ممكن يضايقك شويه في الشاشه هنا، وهو مش هيضايقك قوي الا لو انت بتدقق، السطوع تحت الشمس بيبقى عالي في الاول، يعني بيبقى اعلى من اي
54 ولكن بسرعه جدا بينزل ويبقى زي الاي 54 او اقل منه حاجه بسيطه، ودي حاجه مش هتضايقك في التجربه ولكني لازم اقولها لك. الاداء بتاع الموبايل ده كويس جدا، حرفيا يجي على طول في المركز الثاني ورا البوكو اف 5. اداء الموبايل ده ناعم وسريع في الاستخدام اليومي العادي، تصفح بقى، برامج سوشيال، مكالمات، كل حاجه سريع جدا ما فيهوش اي مشاكل. في نفس الوقت لو عاوز تلعب اداؤه كويس جدا برضه. فانا بقول لك هو يجي ورا البوكو اف 5 على طول، بالنسبه لي احسن من الاي 54، من ريلمي 11 برو بلس، ومن الفيفو في 27 5G. الكاميرات بتاعت الموبايل ده بتقدم تجربه كويسه جدا. الموبايل ده هو والفيفو في 27 5G قدروا يسدوا مع السامسونج 54، بل بالعكس انا شايف الاونر 90 موبايل متفوق جدا في حته الكاميرات ومعالجه الصور بشكل استثنائي. هو يمكن بس ابلكيشن الكاميرا محتاج تتعود عليه شويه، ولكنه بيقدر يلون لك الصور بطريقه منطقيه. اكيد احسن من ريلمي 11 برو بلس واحسن من الريدمي نوت 12 برو بلس. الموبايلين دول بيجوا بسنسور 200 ميجا بكسل، ولكن ده احسن سنسور 200 ميجا بكسل انا جربته لحد دلوقتي في الفئه المتوسطه العليا. في نفس الوقت مع بصمه سريعه، شبكات قويه، دعم خدمات جوجل، بطاريه كبيره 5000 ملي امبير، وشحن سريع 66 واط، والشاحن والجراب بيجوا في العلبه. كل ده كويس جدا. ايه اللي ممكن يضايقك في الاونر 90 او ايه النواقص اللي موجوده في الموبايل ده؟ اول واهم حاجه الصوت. صوت الموبايل مونو ومش ستيريو، هو الصوت طالع من سماعه واحده والصوت عالي ومجسم، ولكنه صوت مونو اكيد هيبقى اقل من الاصوات الاستيريو الموجوده في الموبايلات المنافسه. بصراحه هيبقى رخم، يعني اونر عملت كل حاجه في الموبايل ده وجت عند الصوت وبخلت علينا حاجه رخمه. مدخل السماعات ال 3.5 مللي مش موجود، ومفيش مدخل كارت ميموري، وزي قلت لك الموبايل ما فيهوش شهاده مقاومه معتمده للميه زي السامسونج اي 54. وسنسور التقارب ممكن بس يكون محتاج تحديث يظبط اداؤه شويه، لان اداؤه وقت تجربتي للموبايل ده ما كانش افضل حاجه. الاونر 90 موبايل عجبني جدا. لو عرفت تشتري الموبايل ده من بره بسعر كويس فهيكون صفقه قويه جدا، لان الموبايل ده حرفيا قوي في الفئه المتوسطه العليا. دلوقتي بعد ما خلصنا الفيديو احب اعرف رايك في الاونر 90. هل انت شايف الموبايل ده قوي وفعلا قادر يتفوق على معظم الموبايلات المنافسه ولا لا؟ وايه السعر المنطقي اللي الموبايل ده لو نزل بيه في مصر بشكل رسمي هيبقى سعر كويس؟ رغم ان انا عارف ان الموبايل ده لما ينزل مصر بشكل رسمي مش هينزل بسعر منطقي، لان الاونر اكس 9 a نزل غالي جدا في مصر بشكل رسمي الفتره اللي فاتت، وبالتبعيه لما الاونر 90 ينزل مصر بشكل رسمي هينزل غالي. فلو انت عاوز الاونر 90 دلوقتي فما فيش قدامك حل غير ان انت تجيبه من بره بسعر كويس. فدلوقتي انا خلصت الفيديو، احب اشكرك جدا لو انت وصلت للنقطه دي. اكيد دلوقتي تتاكد ان انت عملت اللايك الجميل عملت في الاول، وتكتب لي كومنت وتقول لي ايه رايك في الاونر 90 بعد تجربه الاستخدام اللي عملناها سوا، وتاكد ان انت عامل لنا سبسكرايب على قناه موبيزل، فعل الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اشوفك في حلقه جديده من حلقات موبيزل. كان معاكم احمد سعيد، سلام.